أبطال الثانوية العامة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. أنا كنت زيكم كده السنة اللي فاتت، كنت ثانوية عامة 2025، فلسه خارجة من المرحلة دي طازة. عايزة أمهدكم نفسيا إن انتوا أيا يكن النتيجة ايه تتقبلوها وتعرفوا إن دي مش نهاية الكون. النتيجة ممكن ما تبقاش مرضية واحد الا واحد. ممكن استاذن حضرتك تتشائم بعيد عني عشان انا مش ناقص، انا عندي ظروف خاصه. لو انت حاطط بلان A وبلان B والنتيجة فعلا كانت مرضية لكل الخطط دي، ألف 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 مبروك. طب لو النتيجة مش مرضية، ألف 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 مبروك برضو، بس الخطة بتاعت ربنا ليك. عايزة أكلمكم عن my personal experience. أنا كان حلمي إن أنا أدخل كلية ألسن. طب هل دخلت كلية ألسن؟ كان البلان بي ان انا ادخل كليه تربيه قسم لغه تركيه، لان انا نفسي ان ادخل كليه ألسن قسم لغه تركيه. هل دخلت كليه اداب قسم لغه تركيه؟ مجموعي ما جابش لا ده ولا ده، لان كان مجموعي 65%. طيب هل حلمي ان انا يبقى معايا اللغه التركيه متحققش؟ هاير شو anda Turkish öğreniyorum va kendimi geliştiriyorum. طيب هل ان انا اجيب 65% ده كان مجهودي؟ انا ما كنتش بنام يا جدعان. كفايه دلوقتي ان انا ما فيش جوايا حتى حته ان انا يا رب رجعني بس عشان خاطر اذاكر. لا مش جوايا دي خالص، لان انا لو رجعت مفيش حاجه اكتر من اللي انا عملتها ممكن انها تتعمل. طيب هل تعبي ده ضاع؟ اصلا ربنا حطني في المكان الصح فعلا، اللي انا اكتشفت بعد كده ان هو صح. من الاصل 6 مستويات، انا دلوقتي في B1، فحلمي ما ضاعش. وكمان حطيت لنفسي حلم جديد في كلية حقوق. انا يمكن الاحلام اللي انا بحلمها دلوقتي دفتر احلامي والله انا ما كنتش هحلمها لو انا في كلية ألسن. مش قصدي ان انا يعني كل اللي هيدخل كلية ألسن وكل اللي دخلها يعني يالك يعني بجد. بس فعلا ربنا بيوزعنا صح. انا عن نفسي انا كمريم، الحلم بتاعي دلوقتي في كلية حقوق اكبر بكتير من حلمي لو كنت دخلت كلية ألسن، والاسباب شخصية. انا كنت اصلا اول ما دخلت كده الكلية كنت عايزة انقل منها اللي هو لا خرجوني من هنا. بس لما قعدت بقى وفتحت المنهج وشلت حياتي الشخصية دي من على جنب خالص، لقيت ان هو لا ده مكاني. وعامة اصلا فترة الثانوية العامة دي حلمك بيبقى محدود كده شوية. لما تخرج من الثانوية العامة انا اكتشفت احلام تانية والله ولا كان عمرها تخطر في بالي ابدا. مش حابة ان انا اتكلم عنها دلوقتي، بس انا واثقة ان بعد فترة من دلوقتي هطلع وهقولها لكم واقول لكم انا حققت حلمي. لان الثانويه العامه ممكن ما تكونش حققت لي حلمي، بس علمتني ازاي احلم، علمتني ازاي اسعى. يعني الثانويه العامه دي كان بدايه السعي، كان بدايه ان انا اسهر عشان خاطر احقق حلم. الحلم ما اتحققش، بس الوقعه اللي وقعتها دي اترتب عليها مليون حلم تاني. فكل دي احلام انا حلمتها من اول سنه بعد ما اتخرجت. طيب قبل ما اخلص الثانويه العامه، لا انا كان كل حلمي ان انا اخلص بس السنه دي وادخل كليه ألسن، بس مش اكتر. احنا مش في التسعينات عشان خاطر ان قيمة الشخص تبقى بالكلية اللي دخلها. ان الشخص لما يدخل كلية حقوق واو. حاليا مش بكلمكم عن قبل كده لا، الكلية كان اللي يدخلها ايا كان بقى هو شاطر، حتى لو افشل حد فيها بيبقى حاجة كده قمة. فالكلية كان بتعمل قيمة للشخص اللي فيها. انما حاليا ما بقاش في حاجة اسمها كلية قمة، بقت اسمها انت قمة في الكلية اللي انت فيها. الجملة دي ممكن تبقى سمعتها كتير، بس دي فعلا جملة حقيقية. العبرة الحقيقية بقت في مين اللي يدير اموره صح، في مين اللي يطور من نفسه بجد. دلوقتي الناس ما بقتش عارفة تروح لأنهي دكتور ولا لأنهي دكتور، لدرجة ان في دكاترة مش بيجيلها اصلا مرضى. ليه؟ لان في كتير قوي دكاتره زيه، ما بقاش متميز. لدرجه ان مجال التدريس بيبقى فيه دلوقتي دكاتره وفيه مهندسين. فما اعتقدش ان الكليه بقى ليها الهيبه زي زمان. لا دلوقتي بقى فيه كورسات، بقى فيه تعليم مهارات. فبجد الثانويه العامه دي بقت موضه قديمه، واحنا فعلا المفروض نوقفها. كتير جدا نفسيتهم بتتعب بسبب الثانويه العامه، في كتير جدا بينتحروا بسبب الثانويه العامه ومدينها فعلا اكبر من حجمها. طب لو انت قاعده دلوقتي بتقولي في سرك لا هي مش فاهمه ظروفي، مش فاهمه دنيتي، انا عندي ناس كتير قوي مستنيه ان انا اجيب النتيجه وان انا افشل عشان خاطر يشمتوا فيا وي 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 فاحب اقولك ان انت غلطانه. انا فاهماكي كويس جدا، ويا حبيبه قلبي انا جايه لك من هناك. للاسف مش هينفع ان انا اقول للناس دي ايه في حياتي او كانت ايه في حياتي A few moments later. او هي ايه في حياتي، بس انا خليتها ايه في حياتي. الحل الوحيد كان مع الناس دي ايه؟ ان انا اسيبهم كده، ان انا
اكبر دماغي، انا مش هعرف اتحكم فيهم بس هعرف اتحكم في نفسي. انا هعرف اتحكم اذا كان الناس دي فعلا رأيهم وشماتتهم هتأثر في حياتي ولا لا. بص اقول لكم على مثال لسه حاصل من قريب وكلنا شفناه. بعد خسارة مصر قدام الارجنتين، المفروض بقى ان احنا نخسر، بس مصر حرفيا خلت كل البلاد تسأل سؤال واحد بس: يا مصر بتعمليها ازاي؟ احتفلت بدل الاحتفال 3، وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم المنتخب، وكل البرامج حرفيا استضافت لعيبة المنتخب وبجد كانت هيصة. يعني هم خسروا بس هم فعلا عملوا اللي عليهم. يعني هم لو رجع بيهم الزمن مفيش اكتر من اللي هم عملوه يعملوه تاني. كان التحكيم مش كويس كان في تدليس كتير جدا في اللعبة، بس هم مش هاممهم لان هم عملوا اللي عليهم. في ناس مستنية تشمت فيك بس انت عملت اللي عليك. نجاح ايه اللي بنتكلم عنه وانت لسه عندك 18 سنة وانا لسه عندي 19 سنة؟ احنا لسه سيبنا ايه العشرينات وسيبنا ايه الثلاثينات وسيبنا ايه الاربعينات، سيبنا ايه كل ده. فلو انتوا شايفين ان النتيجة هتوقفكم فاعرفوا ان انتوا لو كنتوا وصلتوا لحلمكم كان اول وقعة هتقعوها برضو كانت هتوقف. انما لو النتيجة ما وقفتكمش فاذا كان دي او غيرها او كذا وقعة بعد كده هتجيلكم والله ما هتوقفكم. اصل دلوقتي زي ما قلت لكم قبل كده وزي ما هقول لكم برضو دلوقتي في مليون مجال، في مليون كورس، في مليون مهارة، في ناس بتاخد كورسات وتشتغل فريلانسنج. فهو دلوقتي مفيش حاجة معينة تخليك تنجح، يعني اللي هو مفيش معادلة اللي هو تعمل كذا زائد كذا هيخليك كذا. خير الأعمال أدومها وإن قل. كل الناس الناجحة تعمل حاجات بسيطة جدا بس بتستمر فيها بتستمر فيها بتستمر فيها لحد ما تبقى حد ناجح. كل أقدار ربنا فعلا كويسة. إن علمتم الغيب لاخترتم الواقع. وافتكر إنك أنت هو نفس الشخص اللي وهو صغير كان كل حلمه إنه يمشي، وكان كل ما يمشي خطوة يقع الخطوة التانية، وكان كل ما يقع يبقى في ناس حواليه بيضحكوا عليه. بس أعتقد إن إحنا ساعتها كنا بنضحك مش بنعيط. إحنا ساعتها ما كناش بنهتم لكلام الناس، ما كناش بنهتم لضحك وتنمر الناس، بل بالعكس كنا بنضحك معاهم. فخليك كده دلوقتي، وكل ما تقع قوم تاني وحاول تاني، وطول ما انت عايش حاول، مش مرة واتنين وتلاتة، ده لحد ما نموت نفضل بنحاول. اخلق لنفسك قصة بعد كده تحكيها لعيالك، بعد كده تحكيها للأصغر منك، بعد كده تبقى قدوة للناس اللي حواليك. انا فشلت في مرحلة بس شفت وصلت لفين. كان كل الحاجات اللي في وشي كانت بتقولي ان مستحيل نوصل بس شفت وصلت ازاي. واخر حاجة فضلوا رددوا كويس جواك ان المؤمن كالغيث اينما حل نفع. وانت بتردد اعرف كويس مين هو المؤمن اللي بجد. وبس كده، دي نهاية الفيديو بتاعنا. ربنا يوفقكم وان شاء الله النتائج تبقى مبشرة وتعبكم ما يروحش على الفاضي. تقلقوش، تدخلوش في تدبير ربنا قال وان ليس للانسان الا ما سعى. انت ليك انك تسعى بس، اما النتيجة متتدخلش فيها لانها مش بتاعتك. النتيجة دي من عند ربنا، وربنا عارف كويس بيك اكتر منك، عارف كويس ايه هو الخير ليك اكتر منك. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. دي مرحلة من مراحل بتاعتكم، عادي ان احنا نقع في حياتنا. قبلوا نفسكم في اي كلية تدخلوها. استناكم تقولوا عملتوا ايه في النتيجة، ولو عايزيني اعمل سلسلة عن الكليات وايه هي مميزات الكلية دي وعيوبها قولولي في الكومنتس. وبس كده، اشوفكم على خير. كندري بك جريشروس.